السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الكلام هنبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل خلطة أو وصفة حلوة جدا لإزالة البقع الصعبة من على الملابس إن شاء الله. أنا عندي بقعة صعبة جدًا، جدًا في اللبس، فحابة إن أنا أطلّعها معاكم. هتقولوا لي دي خلطات جاهزة أو إحنا عايزين خلطات طبيعية. هاقول لكم لمّا تجيبي مثلًا يبقى عندِك جاكيت ب800 جنيه مش هتستخسري فيه أبدًا، وهتخافي عليه إن أنتِ تجربي فيه وخلاص. أنا جبت لِك من الآخر ده كلوركس ألوان، ومعاه فانيش، عايزاه باودر عايزاه سايل براحتك خالص. والوصفة دي من الآخر. المهم أنا كنت غسلت جاكيت لزوجي يعني، وغسلته بالقلم الحبر فلقيت إن القلم آآ بوّظ الجاكيت يعني، فخبّيته بصراحة، وحبيت إن أنا أعمل الوصفة دي وأقول قبل ما أقول إن هو باظ الجاكيت هاجرّبه. المهم خلطت الحاجتين دول على بعض وجِبت الجاكيت ده. دي مَيّة عادية خالص ما فيهاش أي حاجة. حطيتها الأول كده ليّنت البُقعة، طبعًا بعد ما كان اتغسل واتنشّر يعني، المفروض كنت دوّرت في جيبه، بس والله دوّرت مش عارفة القلم ده كان مستخبّي لي فين. المهم المهم حطيت كده بمنديل زي ما بيقول لِك القطنة ما بتكدبش، فرُحت باشيل، شايفين بيتشال معايا يعني اتغسل في الغسالة ونشف على الحبل، يعني شوفوا الحبر مش بيطلع بسهولة. ده تقولي لي ملح ليمون ولا تقولي لي مش عارفة إيه، الخلطة دي من الآخر فعلًا بجد، بجد رجّعت الجاكيت جديد جدًا وما فيهوش أي حاجة. شايفين بيطلع كأن إن أنا باكُر البقعة من على الجاكيت، مع إنها كانت بقعة تقيلة جدًا يعني. هاسيبه بس كده حوالي نُص ساعة. سِبته يعني حوالي نُص ساعة، إن هي يعني المسحوق ده تغلغل فيه. ده كان كلوركس ألوان كُلّه، كُلّه بقى. ده كان كلوركس ألوان، وكمان آمم vanish powder. طبعًا أكياس صغيرة مش كبيرة ومش هتضر، يعني مش عارفة، في حدود كان الكيس ب10 جنيه، ومش هاخد منه يعني يا دوبك غطا حاجة بسيطة جدًا. هُم بُصّوا تفاعلوا مع بعض وفاروا مع بعض كده، وشايفين أنا كمان هاطلّع لكم بإيدي بيطلع بتتكَر البُقعة. وحابة إن أنا كمان أورّيها لكم. بعد كده هاحطه عادي جدًا في الغسالة، هاغسله عادي جدًا، هياخد الدورة بتاعته عادية جدًا، أو هاغسلها على إيدي بصابونة، يعني زي ما أنتِ حابة. أنا عمومًا أنا حطيته في الغسالة يعني أخد دورة. بعد كده طلع زي الفل ما فيهوش أي حاجة. شايفين كمان أنا هاطلّع لكم كمان بإيدي إن هي البُقعة بتاعة الحبر بتتقشّر معايا. شايفين؟ يعني بُصّوا بتطلع معايا على صباعي كمان بطريقة غريبة. آمم بُصّي، بدل ما تجيبي الوصفات والحاجات اللي هي زي كده، بجد، بجد الاتنين دول شايفين بيطلع إزاي؟ يعني أنا ذُهلت كمان وأنا باطلّع بيطلع معايا بسهولة جدًا. أنا بصراحة خبّيت الجاكيت ده وقُلت مش هاطلّعه دلوقتي خالص لمّا أشوف له حل يعني. آآ الجبن سيد الأخلاق تمام. شايفين ما شاء الله يعني بيطلع، والجاكيت طلع جديد جدًا، جدًا. هاورّيكم خطوة، خطوة كمان. خلّيته بس يا دوب نُص ساعة، نُص ساعة، وبعد كده أخد الدورة بتاعته ونشّرته ونشف، ما فيش أي مشكلة. شايفين؟ بيطلع معايا بكل بساطة وبكل سهولة. من شايفين النتيجة بقت إيه دلوقتي؟ ما شاء الله تبارك الله. شايفين جديد جدًا، جدًا، وما فيهوش أي حاجة، بالعكس وكمان ريحته حلوة، ما فيهوش أي بقعة، ما شاء الله تبارك الرحمن. إذا عجبتكم وصفاتي هتضغطوا لي لايك وشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القطة ما بتكدبش.